السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. معكم ايمان من قناه شهوات مع ايمان. صلوا على النبي كيف ما العاده. عن نبداو الفيديو ديال اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاقتراح اللي غادي نتقاسم معكم اليوم غادي يكون هذا البريوش او بويوس اللي غادي نحضروهم بواحد الطريقه رائعه جدا. غادي نضيف لهم واحد المكون اللي يعطيهم واحد المذاق رائع. كيجيو فحال القطن اخواتي. هانتوما كتشاهدوا معايا طريقه او مكونات اللي هما ناجحين ان شاء الله 100%. غادي نحضروا كميه بحشوه الشوكولاته وكميه بواحد الكريمه حتى هي بمذاق اللي هو رائع. ما نزيدش نطول عليكم، تندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير وكيف ما العاده فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج في المكونات. عندي 400 غرام من الدقيق الأبيض، ما يعادل واحد 4 ديال الكيسان من كاس ديال العنبة ديال الطحين يكونوا عامرين مزيان. زدت واحد ملعقة متوسطة من خميرة فورية. استعملت أنا هذه حبيبات، تقدروا تستعملوا المعجونة فحال. زدت ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن أي سكر سنيدة ما يعادل 40 غرام. قبصة ديال الملح لتعديل الذوق، وبياض بيضة. وبالنسبة للصفر ديال البيضة احتفظت به باش من بعد غادي ندهن به الوجه ديال البريوش ديالي. زدت كذلك ربع كأس من الزيت أو ما يعادل 30 مليلتر أو 3 ملاعق كبار يكونوا مملوئين جيدا من الزيت. وعندي 100 مليلتر ديال الحليب اللي كتشاهدوا معايا في ديك الكأس. هذاك عندي دافئ هو اللي غادي نجمع به العجينة ديالي. وإذا بقى خصني غادي نزيد طبعا نزيد شوية ديال الحليب باش تجمع لي حتى تجمع لي العجينة عفوا. المكون اللي عطى واحد المذاق رائع هذا البريوش هي هاد العلبة ديال ديسير دانيت كراميل. هاد العلبه بالضبط ديال المغرب. دانيت ديال المغرب اخواتي فيه واحد المذاق ديال الكراميل رائع جدا صراحه. كيجي رائع في الحلويات، في البريوش كيجي مزيون بزاف. الاخوات اللي عايشين هنا في اسبانيا كاين ديك النوع اللي تقسمت معكم، هذاك من كاريفور او كارفور. الوزن ديك العلبه اللي كتباع في كاريفور فيها 125 غرام. هذا المغرب فيه غير 80 غرام. فانا دائما ملي كنستعمل العلبه ديال دانيت كراميل ديال كاريفور كتجيني القياس ديال الحليب مضبوط 100 مليلتر ديال الحليب. هاد المره ملي استعملت العلبه الصغيره ديال المغرب فيها غير 80 غرام فالحليب ما كفانيش. هانتوما كتشاهدوا معايا العجينه ديالي باقا خصها شويه. غادي نزيد واحد الربع كاس 21 مليلتر ديال الحليب، واحد ملعقه كبيره ديال الحليب. هانتوما كتشاهدوا معايا. وغادي نكمل الجمع ديال العجينه ديالي. العجينه كتكون شويه رطبه ما كتلتصقناش في يدنا، يعني هي رطيبه ولكن ماشي حتى ديك الدرجه اللي تلتصق لكم في يدكم. هنا اخر شيء غادي نضيف واحد ملعقه متوسطه او ملعقه كبيره ديال الزبده ما يعادل 20 غرام. ذوبتها اخواتي، انا خرجتها من الثلاجه وما طلقتش راسها فذوبتها شويه في ميكرووندا وضفتها للعجينه. هي اللي غادي تجمع لي العجينه وغادي تعطيني واحد القوام رطيب بزاف من هذا العجين هذا. بالنسبه للاخوات اللي ما يبغيوش يستعملوا الزبده ما متوفرينش عليها ما بغاوش يستعملوها غادي تكتفيو غير بالزيت، ولكن عوض 30 مليلتر ديال الزيت غادي تستعملوا 50 مليلتر ديال الزيت. يعني ديك 20 غرام ديال الزبده اللي استعملت انا نتوما غادي تستعملوها ديال الزيت، يعني 50 مليلتر ديال الزيت. صافي العجينه اخواتي دلكتها مزيان واحد 3 ديال الدقائق كتعطينا هذه النتيجه. عجينه كيف ما ذكرت معكم رطبه وانما ما كتلتصقناش في يدنا. غادي نغطيها ونتركها جانبا حتى تختمر ويتضاعف الحجم ديالها. في هذه الاثناء غادي نحضر معكم واحد الكريمه اللي غادي نحشيو بها هذا البريوش من الداخل. عندي ربع لتر ديال الحليب ما يعادل 250 مليلتر ديال الحليب. زدت له واحد ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن اي سكر سنيده او ما يعادل 41 غرام. السكر طبعا كيبقى على حسب الذوق. 30 غرام ديال مستحضر الكريم باتيسير او مستحضر الكاسترد. الاخوات اللي ما متوفرينش على ديك بودره ديال او مستحضر ديال الكريم باتيسير غادي تستعملوا النشا فحال استعملوا ملعقه كبيره ونصف من النشا باش تعطيكم 30 غرام. زدت اخواتي واحد العلبه ديال دانيت كراميل في هذه الكريمه هذه اللي حتى هي عطات واحد المذاق رائع جدا. تقدروا اذا بغيتوا النكهه الكراميل تجيكم باينه بزاف تقدروا تزيدوا النكهه ديال الكراميل اللي كيتباعوا ديك الجيل ديال النكهه ديال الكراميل تقدروا تضيفوها في هذه الكريمه هذه وحتى مع البريوش. صافي من بعد ما خدمت الخليط ديالي مزيان خديته فوق نار متوسطه مع الاستمرار في التحريك حتى كتعقد لي الكريمه بحال هذا الشكل هذا. غادي نضيف اخواتي واحد الملعقه صغيره ديال الزبده ما يعادل واحد 10 غرام، غير ملعقه صغيره ديال الزبده.
وحتى اذا بغيتو تستغناو على ديك الملعقه الصغيره د الزبده اللي ضفت انا في الاخر استغناو عليها. صافي غادي نفرغ دابا الكريمه ديالي في واحد الاناء بحال هيدا، نغطيها بلاستيك غذائي وندخلها للثلاجه حتى تبرد. ضروري على ما تختمر معايا العجينه هي غادي تكون بردات. انا عجنت معكم العجينه، حضرت هاد الكريمه، خليتها تفات شويه في المطبخ اولا في الكوزينه ودخلتها للثلاجه وخليتها حتى تبرد على خطره. العجينه اخواتي دابا الجو ساخن بسرعه اختمرت معايا. هانتوما ضروري ضروري اخواتي من سر النجاح ديال البريوش اللي دائما كنذكروا معكم، البريوش فطائر اللي بغيتو الا بغيتوهم يجيوكم خفافين بحال الريشه، هو خليو العجينه تختمر. كتبغي تختمر خليوها في الاول تختمر حتى يضاعف الحجم ديالها. دابا الجو ساخن ما غادي تاخذش معكم حتى ساعه، ما غادي تاخذها شي معكم. ملي كيكون الجو بارد فنغطيو العجينه مزيان ونوضعوها في وسط الفرن، يعني كيكون سخيخن شويه، ونخليو العجينه تختمر على خطره. من بعد ما اختمرت العجينه خويتها من ديك الهواء اللي كيكون فيها وغادي نقسمها. انا البريوش اخواتي بغيتو يكون كبير هاد المره، يعني ما شاء الله بريوشه كبيره. بغيتوهم نتوما صغارين كيبقى لكم كامل الاختيار. بالنسبه للوزن ديال كل وحده عملت فيها 106 غرام، يعني انا قسمتهم باش يجوني قياس واحد. جاتني وحده فيها 106 107، هيدا ماشي اكثر ماشي اقل. صافي غادي نستمر. هذه هي الكميه اللي حصلت عليها 7 ديال الحبات ديال هاد البريوش، هاد الكويرات. غادي نبدا مباشره اخواتي، غير سرحتهم غير شكلتهم عفوا. غادي نبدا باول كويره اللي شكلت، هي باش غادي نبدا نعمرها. كتكون رخات راسها شويه، وملي غادي نبغي نضغط عليها شويه غادي يعني تجيني سهله. هذه هي الكريمه اللي حضرت معكم، كانت عندي بارده يعني ماشي ضروري بارده متلجه لا، ولكن صافي ما تقطعليش العجينه. صافي بلا ما نعاود نخدمها ونطلقها على بعضيتها ماشي مشكل. غادي نهزها بحال هيداك غير شويه، انا خلطتها مع بعضها وبديت كنهز كميه ونوضعها في الوسط. انا عملت كميه اللي هي لا باس بها ديال الكريمه، ما تخافوش منها اخواتي، ما غادي تطرطق لكم ما حتى شي حاجه. تبعوا غير المقادير مضبوطين كيف ما انا تقسمتهم معكم والشرح اللي كنشرح لكم، وغادي تحصلوا على واحد النتيجه فحال ديالي او احسن. صافي كنعمر وغادي نبدا نضغط في الاول غير شويه ونخليهم نعملهم في الصينيه ديال الفران اللي غادي نطيب فيها. نخليهم على ما نسالي يكونوا هادوك القرصم، هاد الولات القرصم شويه، ومن بعد نزيد نضغط عليهم. غادي نزيد نضغط، هانتوما غادي تشاهدوا معايا، غادي نزيد نسرحهم. من بعد غادي نستمر اخواتي بنفس الطريقه. هنا اذا لاحظتوا معايا كنحاول نضغط على الحشيات ديال العجين اكثر من الوسط، يعني الوسط كنخليه شويه غليظ باش ملي كنوضع الكريمه كتجي، وهاد العجينه كنجمعها مع بعضيتها ما كتجيش العجينه في القاع بزاف اكثر من الفوق، كتجي فحال هادو اللي غادي نعمر بالكريمه. بالنسبه للكميه اللي غادي نعمر بالشوكولاته بنفس الطريقه، كنضغط على العجينه كنحاول نسرح الحاشيه اكثر من الوسط. حنا غادي نستعمل غير الشوكولاته بحال هيدا. استعملوا نتوما شوكولاته ديال الدهن اذا توفرتوا عليها، اولا عملوا كل شيء بالكريم باتيسير اللي بغيتو. انا غادي نستعمل هاد الشوكولاته اللي عندي بالحليب، كيكون المذاق ديالها مزيون. غادي نوضع 3 قطع اولا اللي بغيتو في الوسط، ونحاول نشد العجينه مزيان. واحد الحاجه اخواتي، ملي تكونوا كتسرحوا هما ما كيلتصقوش، رشوا غير شويه ديال الطحين فوق سطح العمل وصافي. ما تزيدوش الطحين، ما تعملوش الطحين فوق العجينه باش يعني ملي تجمعوا العجينه مع بعضيتها تلتصق لكم مع بعض. يعني هاد الحاشيات ديال العجينه ملي كنجمعوهم مع بعضيتهم يلتصقوا، عكس اذا رشيتوا الطحين ما غادي ما تلتصق لكمش العجينه ويقدروا يطرطقوا لكم في الفران. صافي هنا من بعد ما ساليت اخواتي غادي نرجع لهادو اللواله اللي كنت شكلت، غادي نبدا نضغط عليهم، يعني نزيد نكبر الحجم ديالهم لانه هما ملي غادي يختمروا غادي يطيبوا غادي يزيدوا يعني يتضاعف الحجم ديالهم. فغادي نزيد نسرحهم. جا الشكل ديالهم مختلف اخواتي، وفي الحطه ديالهم جاو رائعين جدا. اما بالنسبه للقوام ديالهم جربوهم اخواتي، انا اكيد غادي يعجبكم بزاف، فحال الريشه كيذوبوا في الفم. صافي من بعد ما ضغطت عليهم اخواتي ضروري كنغطيهم ونعاود نخليهم يختمروا واحد ربع ساعه على حسب الجو. دابا الجو سخون خليتهم واحد ربع ساعه، مهم ضروري مره ثانيه يختمروا حتى يتضاعف عاود الحجم ديالهم، ضروري اخواتي وكنأكد عليها باش يجيوكم مزيونين. صافي من بعد ما اختمروا معايا وضاعف الحجم ديالهم بديت كندهنهم بديك الصفار ديال البيضه اللي كنا احتفظنا بها من المقادير، فقط ضفت لها قطرات ديال الحليب باش خفف ديك الصفار ديال البيضه وفي نفس الوقت باش يكفاني. صافي غادي ندهنهم مزيان وغادي نزينهم. انا هنا بغيت نزيد نزينهم برقائق ديال اللوز اولا هاد اللوز ايفيلي. بالنسبه للفرن اخواتي انا في هذا الاثناء شعلت له يسخن، ضروري الفران ديالنا يكون كيسخن من قبل على درجه حراره 200 درجه.
درجه، النار من الاعلى ومن الاسفل. غادي نسالي نوضع الصينيه ديال الفران في الوسط ديال الفرن ونخليهم يطيبوا من الفوق ومن تحت في نفس الوقت. ما كياخذوش معكم مده طويله في الطياب اخواتي، واحد 12 دقيقه حتى 14 دقيقه ماكسيموم. انا خداو معايا 14 دقيقه، وكيبقى على حسب الفرن ديال كل واحد فيكم. الاخوات اللي عندهم الفرن كيشعل فقط غير من الاسفل، وعادي كيقدروا ديك الساعه يشعلوا من الفوق، يعني ما كيشعلش في جوج في دقه واحده او لا في نفس الوقت. فغادي تشعلوا الفران في الاول غير من الاسفل او غير من تحت، تخليهم واحد 8 ديال الدقائق، من بعد طفيو من تحت وشعلوا من الفوق وخليهم يكملوا الطياب ديالهم حتى يتحمروا. كيكون هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفرن، كيجيو خفافين محمرين مزيونين بحال هيدا. هادو عندي بالشوكولاته، انا بحشوه ديال الشوكولاته عمرت غير جوج لان ما بغيتش الكريمه كريم باتيسير اللي حضرت معكم تتبقى لي، فعملت كميه كثيره بالكريم باتيسير، وديك جوج ديال الحبات انا حشيتهم بالشوكولاته غير باش نوريكم. اذا بغيتو تعمروهم بالشوكولاته او بالكريم باتيسير او تخليهم خاويين اللي بغيتو. صافي اخواتي، اخر شيء زيد زينتم بهم هي واحد الرشه خفيفه ديال السكر ثقيل او سكر كلاصي او سكر ناعم. غير هو اخواتي اذا كنتو حتى نتوما غادي تزينوهم بالسكر ثقيل، خليهم حتى يبردوا باش ديك السكر ما يذوبلهمش على الوجه ديالهم. وشاهدوا معايا القوام ديالهم كيفاش كيجي، جربوهم اخواتي، انا اكيده ان شاء الله غادي يصبحوا عندكم معتمدين، قطنيين وخفافين بحال الريشه. السر الكامل اخواتي في الاختمار. ما تجيش شي وحده تقول لي جوها مدقسين، غادي نقول لك ما اختمروش. صافي هذا هو السر. اما العجينه ماشي ضروري تكون كتلتصق لكم في يدكم، يعني ديك العجينه اللي كنعرفوا ديال البريوش ضروري تكون كتلتصق بزاف في اليدين، لا، غير خليوها تدلكوا العجينه وخليوها تختمر مره الاولى ومره الثانيه. صافي وكونوا اكيدين ان شاء الله غادي يجيوكم خفافين بحال الريشه. هذه اللي عندي بالشوكولاته حتى هي غادي نقسمها معكم، نفس القوام، كتجي حتى هي رائعه جدا. واذا لاحظتوا معايا الشوكولاته ديالي ما طرطقت ما حتى شي حاجه. فكنتمنى الفيديو الاقتراح ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. اذا عجبكم الفيديو اليوم اخواتي ما تنساونيش كيف ما العاده باللايكات ديالكم، التعاليق الجميلات، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. احبكم في الله، والى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف وبسلامه.